ومن هنا أبدأ الليلة حلقة الأربعاء الموافق 29 من شهر نوفمبر لسنة 2023 الموافق 16 من شهر جماد الأولى لسنة 1445 هجرية. والبداية مما انتهيت إليه وهو قناة الشمس ومشاهدات قناة الشمس وما وصلت إليه قناة الشمس. يمكن النهاردة معي 3 من النجوم من العيار الثقيل، قلت استفيد منهم في البداية، لأن بصراحة يعني ممنون جدا لكم الرعايات التي بدأت تتواصل معنا، الحمد لله رب العالمين. النهاردة بنتكلم في 6 رعايات كلها رعايات من العيار الثقيل، وعندنا كمان بفضل الله عز وجل 4 رعايات مع بداية 12 وحتى منتصف شهر 12. مهم جدا ان الرهان على الاعلام الهادف. ناس كتيرة جدا قالت لك الناس اللي بتتكلم في دوري الدرجة الثانية من الصعب ان يكون عندها سبونسرات ومعلنين تجاريين من العيار الثقيل. ويمكن حتى عندما تحدثنا عن الاهلي والزمالك والمنتخب والاسماعيلي والمصري والاتحاد والبلدية والاندية الشعبية والجماهيرية والدوري الممتاز ومنتخب مصر، بنديله مساحة قليلة وعلى السريع دون الخوض في تفاصيل، لان احنا بتوع الغلابة. ولكن مزجنا خلال الاسبوعين 3 اللي فاتوا ما بين اهل الصفوة في كرة القدم في مصر والمشاهير، وما بين الغلابة في دوري المحترفين والقسم الثاني المجموعة الثانية، والدوري الدرجة الثالثة كمان والناشئين. احنا بننفرد معاكم على شاشة الشعب قناة الشمس بدوريات لا يشاهدها أحد إلا على شاشة قناة الشمس، وهذا فضل من الله كبير. ولذلك سأظل يعني جهينة وإيمان المهندس صفوان ثابت وسيف صفوان ثابت بأن هذا البرنامج هادف ومنتجه بيصل إلى شريحة مهمة من الشعب المصري، جعل جهينة دائما في ظهر قناة الشمس. لأن كلمة جهينة في ظهر قناة الشمس دي مهمة، لأن جهينة قعدت 15 سنة في ظهر النادي الأهلي، وده سلوجان كان رائع جدا، حقق أكتر من 3/4 مليار مشاهدة لو تفتكروا إعلانات نجوم الأهلي، جهينة في ظهر النادي الأهلي أيام الكابتن حسن حمدي. فالنهاردة إحنا سعداء إن جهينة تكون في ظهر نادي الشمس، قناة الشمس وملعب الشمس بالتحديد. كمان لما يكون عندنا البريد المصري فده شيء بيدينا مزيد من القوة والاحترام وإيمان الدكتور شريف فاروق والإخوة الأفاضل. على فكرة الناس دي ما بتجاملش، يعني أنت لما بتفاوض مع كيان زي البريد، إحنا في مفاوضات دامت ل3 أشهر، كل واحد بيشوف مصالحه فين، لان مفيش حد بيجامل قناه ولا بيجامل عبد الناصر. احنا مشاهدات وتقارير وحاجات كتيره جدا جعلت البريد المصري يبقى في ظهر قناه الشمس وملعب الشمس. كمان لما يكون معانا عبورلاند فلازم تتكلم في ان ناس مؤمنه بان لازم يكون لها دور في اعلام هادف ودور مجتمعي مع دوريات ما دون الدوري الممتاز. كمان لما يكون معنا بنك التعمير والاسكان فلازم احيي المهندس حسن غانم صديقي العزيز ورئيس مجلس اداره بنك التعمير والاسكان وكل العاملين في بنك التعمير والاسكان. وعلى نفس الوضع ترو لايت، هذا المنتج الرائع اللي يعني بيختار البرامج بعناية وله مريدي بالملايين في كل أنحاء العالم والوطن العربي. منتج نسوي ورجالي بيقدم شيء رائع جدا، وسعداء جدا بوجود ترو لايت معنا في هذا البرنامج وفي ظهر ملعب الشمس. وحاجات كتيرة جدا إن شاء الله سيتكون مفاجأة لحضراتكم خلال الفترة القادمة بفضل الله عز وجل. عشان كده عايز أقول قناة الشمس قناة محترمة، تعرف ما عليها من حقوق وتؤديها على أجمل ما يكون وأكمل ما يكون. في بعض الأوقات بنجد هروب من البعض ورغبة في استقطاب بعض العاملين معنا بأرقام خيالية، في النهاية الناس بتروح ما بتلاقيش مرتبات أصلا، ولكن هي هروب رخيصة في زمن بخس يعني. ففي النهاية بينتصر
الاعلام الهادف والناس اللي ما بتتكلمش، لان احنا دايما بنأثر ان نكون صامتين ونشتغل وخلاص، وانت بتشتغل بترد على كل الناس.